يا اما او انت يا اما هتفضل قاعد او قاعده قدام حياتك وتشوفي انت عايزه ايه، يا اما هتفضلي قاعده ومتابعه الناس ودايما انت الناس بتعمل الحاجه بعدين تجيلك انت. افتكرت جدا الاغنيه بتاعت بنك مصر. بحب الاغنيه دي قوي، اللي هي بيقولك ناس بتأثر وناس متفرجين. الاغنيه دي او الجمله دي لو تعرفوا هي قد ايه حقيقية هتعرفوا ان العالم كله ماشي في الاتجاه ده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شروق حكيم واهلا بيكم معايا في فيديو جديد. بشوف ناس كتيرة جدا واخدة الموضوع ده على محمل الضحك او الهزار، لكن بالنسبة لي وده الصح يعني بنسبة كبيرة، هي مش حاجة بس بتأثر عليك في الوقت الحالي، لا بتأثر عليك كمان بعد ما بتخلص. أنا بتكلم عن وقت فراغنا. ان انا ذات نفسي في البداية كنت حاسة ان دي حاجة مش مستاهلة، او حاجة يعني مش مستحقة ان الواحد حتى يفكر فيها او ياخد باله منها. اولا عايزة بس قبل ما نبدأ في الفيديو عشان اوريكم اهمية الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هو عامل ازاي. احب افكركم جدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني يغفلون. أكتر نعمتين الناس فعلا واخداهم على محمل الهوى واستهتار جامد جدا فيهم، ودي حاجة واقعية 100% يعني، هما الصحة والفراغ. يعني شوف الكلام ده النبي قاله من 1447 سنة أو 48 سنة، واحنا السنة دي يعني فعلا يعني حاجة تدللك على فعلا الكلام ده صح 100%. بص على المطاعم قد ايه بيكون فيها اعداد مهولة، مع ان كلنا عارفين الاكل اللي في المطاعم ده مش اكل صحي تماما، او على الاقل معظمه. وبص كمان على كم ناس بتبقى قاعدة في البلاي ستيشن او ما بيروحوش يشوفوا اللي وراهم، او مجرد ما بيخلصوا الشغل يجروا يقعدوا على القهوة وحاجات كده حرفيا غريبة. وغريبة بمعنى كلمة غريبة، انا فعلا لما بشوف الناس دي بستغرب جدا. كمان مش عايزين ننسى ان ربنا هيحاسبنا على كل ثانية، فين ثانية في حياتنا. فلازم دايما فعلا بتقضي وقتك بأكتر شكل إنتاجي ومفيد جدا. طب احنا يعني ده وقت فراغ ومدينه لنفسنا عشان نقدر ان احنا نعمل ريتشارجنج. طيب انا هثبت لكم دلوقتي ان الريتشارجنج بتاعنا ده مش بيبقى ريتشارجنج خالص، هو بيبقى حاجة بتاخدنا لتحت جدا. فاحنا دلوقتي لما نكون رايحين نقضي وقت فراغ، يا اما بنكون نقعد بنتكلم على الناس، يا اما بنقعد نمسك السوشيال ميديا وفجأة ندخل في حلقة مسلسل ياخدنا، فبالتالي انا مش هشوف المسلسل ده النهارده بس، انا هفضل اتفرج عليه كل يوم. فدي حاجة عطلتني. كذلك لو بنقعد على يعني عموما التلفزيون او السوشيال ميديا عموما، كل الحاجات دي مصممة ان هي تسحبك ليها بشكل مغناطيسي، حرفيا انت مش واخد بالك منه خالص الا لو اعتزلتها. لو انت بتأكل حد كل يوم نفس الاكل، هو مش هيحس بأي حاجة مختلفة، ولا يحس ان جسمه بياخد اي استفادة مختلفة لانه اوريدي داخله نفس الحاجة. ففعلا خد اجازة منه، جرب حاجات تانية عشان تعرف انت الفايدة دي اللي كانت داخلالك فين، مستواها فين. فده اللي اقصد اقوله، انت مش هتحس بنفسك ابدا غير وانت قاعد على السوشيال ميديا. انت مش حاسس بنفسك، انت دايما هي بتسحبك ليها. لو انت فعلا منضبط بما فيه كفاية، انت اصلا مش هتمسك السوشيال ميديا على اي حاجة لعب. لان احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر، ودايما برضو هرجع اعيدها تاني، الحاجات دي او المنصات دي مصممة، هي حرفيا الالجوريزم بتاعتها او الناس اللي اوريدي مصمماها هم عاملينها بالشكل ده. في فيلم انا شفته والله ما فاكرة اسمه، حاول ان انا ادور عليه يعني واقوله لكم.
ولو نسيت فكروني في التعليقات، بس انا هحاول بجد ادور عليه لان انا اصلا كنت عايزه اتفرج عليه تاني. بيحكي لك ازاي الناس اولا اللي كانت عامله الفيلم دي، بس عشان انا ما بجيبش حاجه من دماغي، الناس اللي كانت عامله الفيلم دي كلهم بلا استثناء كانوا شغالين في المنصات دي سابقا. فهم طلعوا وقالوا ازاي هم كانوا بيصمموا المنصات والمواقع بتاعتهم على ان هي تجذب الناس، لدرجة ان انا فاكرة واحد فيهم كويس جدا كان بيقول ان انا كنت اكتر واحد من الناس بتاع منصة شهيرة جدا، منصة حرفيا كلنا عارفينها بلا استثناء، تقريبا بتبدأ بحرف البي. ان هو كل ما بيروح من بيته هو بيقع في شر اعماله، هو حرفيا قالها كده باللفظ بالنص، ان هو بيقع في شر اعماله، لان هو لما بيروح بيفضل يتفرج على الصور والفيديوهات اللي موجودة والحاجات اللي هم اوريدي عاملينها عشان تجذب عيون المشاهد، ويفضل قاعد قدام المنصات دي وما يعملش اي حاجة تانية. دايما وقت الفراغ انا بحسه اختبار، وانا مش بحس، برضه هرجع اقول تاني هو فعلا دي الحقيقة، هو فعلا اختبار، لكن مش دايما ابقى قاعدة قدام المسلسل. انا مش فاكرة والله اخر مرة تقريبا انا شفت مسلسل كان امتى، والله ما فاكرة حقيقي، والله فعلا ما فاكرة. تقريبا من 5 سنين، من 5 سنين آخر مرة شفت مسلسل كامل، كان فعلا من 5 سنين بالظبط، كان مسلسل كوري، كان فعلا سنة 2020 يعني. دي آخر مرة شفت فيها مسلسل شفته، اللي هو وكان المسلسل كله 6 حلقات. لكن مش فاكرة خالص ان انا قعدت حرفيا من قريب على مسلسل 30 حلقة و 50 حلقة وال 45، لا لا لا، مفيش الكلام ده. انا يا اما او انت يا اما هتفضل قاعد او قاعدة قدام حياتك وتشوفي انت عايزة ايه، يا اما هتفضلي قاعدة ومتابعة الناس، ودايما انت الناس بتعمل الحاجة وبعدين تجيلك انت. افتكرت جدا الاغنية بتاعت بنك مصر، بحب الاغنية دي قوي، اللي هي بيقولك ناس بتأثر وناس متفرجين. الاغنية دي او الجملة دي لو تعرفوا هي قد ايه حقيقية، هتعرفوا ان العالم كله ماشي في الاتجاه ده. طبعا الأغلبية بيكونوا للأسف متفرجين، ومش عايزة أقول إن ده الطريق السهل، لأن هو الطريق السهل في الفرح والطريق السهل برضو للمعاناة. كل ما انت ما بنيتش أساس لنفسك وما جيتش على نفسك وانت في سن مسموح لك تعمل كده، كل ما هتعاني أكبر لما تكون أكبر يعني، على الندم والأسف اللي هتحس فعلا بحسرة فيه في الوقت ده، ونضاع منك يعني، أقصد وقت الشباب عموما. جملة اطرح على نفسك دايما إن وقت الفراغ هو اختبار. اختبار ليه؟ اختبار عشان ايه؟ عشان هو فعلا مش بس بيكون فراغ في اللحظة بتاعتها، هو بيكون فراغ لوقت كبير قوي بعده. لو انت تعتبر دلوقتي ان انت كان عندك نص ساعة بريك في الشغل اللي انت كنت بتعمله، انت شغال من البيت، شغال في شركة عموما، وشفت حلقة من مسلسل شدتك قوي، او زي بداية مسلسل جديد من نتفليكس، حرفيا انت هترجع على مكتبك او على شغلك، انت فعلا انت رجعت جسديا، لكن انت دماغك مع مقطع المسلسل او الفيلم اللي انت شفته. الكلام اللي بقوله لكم ده حقيقي والله، يعني بحلف بالله، لو اخر حاجة عندي يعني هقولها، مش هقول بعد كده تاني عنه. فضلت انا فتره كبيره جدا احلله في نفسي، انا ما شفتش حد قال الكلام ده تلقائيا الا بعد ما انا حسيت بيه بدات ادور. برضو دي نقطه مهمه جدا اتمنى تكونوا فهمتوها، ان انت طول ما انت في بؤره معينه او انت في وسط نقطه من الحاجات المش كويسه معينه، انت هيفضل يظهر لك نفس الحاجات دي. تمام؟ فانت محتاج تصلح، اصلا انت اللي محتاج تطلع وتفكر عشان يجيلك حاجات مختلفة غير الدايرة اللي حواليك. كل ما انت في بؤرة معينة او في مجموعة
فكر او حتى ناس معينة، كل ما هنلاقي ان كل حد حواليك بيتكلم عن نفس الموضوع ده. السوشيال ميديا بتاعتك هي نفس الموضوع ده. اي حاجة عموما انت بتفكر فيها او انت عايزها، هي هتلاقيها حواليك بشكل تلقائي جدا. يعني انت واحد بتحب المسلسلات، بتحب تتفرج على افلام وتسمع اغاني، يعني مش هتكلم ماشي دلوقتي. كل اصحابك هتلاقيهم نفس الدماغ، كل السوشيال ميديا بتاعتك هتلاقي نفس الحاجات، كلها مسلسلات كلها اغاني. فانت لو فضلت تقضي وقت فراغك في حاجات ملهاش لازمة، ما بتقدمكش 1%، حرفيا انت بيضيع منك وقت كتير جدا جدا، حتى لو كان وقت فراغك ده قليل. لان انت لو ضربت الوقت ده مثلا في الايام اللي انت بتقضيها فيه في السنة، يعني مثلا نعتبر ان انت بتاخد ساعة مثلا يوم ويوم لأ، وقت فراغ في اليوم، يعني متاخدش فراغ كل يوم، شخص منضبط جدا تاخد فراغك ساعة في اليوم ويوم ويوم لأ، أو حتى يومين 3 في الأسبوع. لو جمعت الوقت ده على آخر السنة، حرفيا أنت بتتكلم في عدد ساعات كان ممكن إن أنت تتعلم فيها مجال كامل جديد، أو إن أنت تتعلم فيها أي حاجة مفيدة جديدة. فما تسيبش ابدا نفسك لمزاجك، لان زي ما قلت لكم مزاجنا مش عايز يعمل اي حاجه. فاصلا انا بشوف ان الشخص المنضبط او المسؤول ده هو اللي بيكون عايش ملك في الدنيا. فانا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، ان فعلا مش لازم تبقى انت حابب اللي بتعمله، ودي الحقيقه. مش لازم خالص، دي حاجة ملهاش لازمة. انت ممكن تعمل نتائج وممكن تحقق فلوس كبيرة جدا، ده فعلا اللي يخليك ان انت حابب ان انت تكمل. وقفة ان انت تبقى فعلا بني ادم ناجح دي هتخليك تكمل. طب دي مش حاجة بتيجي بسهولة، او بتيجي من واحد بيتفرج على افلام ومسلسلات وحياته كلها حرفيا ملهاش اي 30 لازمة. متسيبش نفسك لمزاجك ابدا ابدا ابدا، حتى لو كل اللي حواليك اوريدي في الواقعين في الحفرة دي، مالكش دعوة بيهم. دايما خليك بني ادم منضبط، شوف ايه اللي وراك، خلص ايه اللي وراك. هتحس والله ان انت عندك رضا نفسي كده، حاجة ما في مهما اي حد يعني جامل فيك، انت اوريدي حاسس كفاية ان انت مخلص اللي عليك وقاعد كده، يعني احساس براحة نفسية مفيش حد هيقدرها الا البني ادم اللي عنده ضمير فعلا. طيب عشان بقى نستفيد فعلا من وقت فراغنا كويس جدا، احنا نسيطر عليه قبل ما هو يسيطر علينا. طب ازاي؟ ده بناء على ان انت فعلا قبل ما وقت فراغك يجي، او عموما تبقى عارف انت هتعمل ايه كويس. انا في وقت كنت برسم، عايزة اقول لكم ان في نفس السنة اللي بدأت ارسم فيها في اخرها، كان ممكن اي حد يجيب لي صورة اي شخص اعرف ارسمها، مجرد ان انا بس كنت برسم في وقت فراغ، يعني مهارة. فدي بس حاجة اتعلمتها مجرد من وقت فراغي، لو ما كانش عندي وقت ثابت في اليوم ما كنتش بعملها حتى كل يوم، كنت برسم بس على طول في وقت فراغ. كل ما يبقى عندي وقت فراغ ارسم ارسم ارسم. حرفيا والله مستوايا كان يصلح ان انا اكون رسامة في الوقت ده. تعلم حاجة جديدة، امسك لغة، نزل تطبيق مفيد يعلمك حاجة جديدة. لو انت ما بتتحركش خالص من البيت، او ما بتنزلش تشم نفسك كده وتغير جو، لا محتاج تنزل ضروري ضروري. ممكن تعتبر ان وقت فراغك ده انت بس بتعملش حاجة غير بتنزل تتمشى بس كده في وسط انك تشوف بس كده، يعني شجر حواليك او اي حاجة مريحة للعين، انت كده تمام قوي. فدي كلها حاجات انا بس بقول لكم يعني انا كنت بعمل ايه. هل الحاجات دي بس هي الموجودة؟ لا، بس على اليوتيوب عموما اي مهارة نفسك تتعلمها وخصصت لها بس من وقتك كل يوم، وقت فراغك ده اللي انت بتقضيه، شوف مستواك فيها على اخر السنة. اقل حاجة هتكون بتدخل من المهارة دي فلوس، يعني اقل حاجة، سواء خدت لغة حبيت تترجم فيها واشتغلت مع ناس، يعني عموما فالحاجات كتيرة وحرفيا. بس الفكرة ان احنا ما بنعملش حاجة، يعني دي الحقيقة. بمناسبة الموضوع ده انا هقولها تاني اكتر من مرة بجد الجملة دي، لان هي حقيقية بشكل ان هي حياتنا. بتقول ايه بقى؟ if you want to meet the devil
take 3 days off. يعني لو انت عايز تقابل الشيطان خد 3 ايام اجازة. فعلا والله، انت لو قعدت ما بتعملش اي حاجة لمدة 3 ايام بس، ما بتعملش اي حاجة مفيدة كده وقاعد بس تعمل حاجات ملهاش اي 30 لازمة في الدنيا، يعني متقدمكش 1%، بتقولك ان انت هتقابل الشيطان في غصون 3 ايام. يعني الفكرة مش في كده، ان هي بتقول بالظبط كده: if you want to meet the devil take 3 days off he will find it. يعني هو اصلا هيلاقيك، او you will find it، او he will find you. عموما انتوا الاتنين هتلاقوا بعض في النهاية. فبجد دي حقيقة جدا. كل ما كنت قاعد في حالة كآبة، في حالة ان انت مش شغال، في حالة ان انت ما بتعملش حاجة مفيدة، كل ما هتحس ان انت مالكش اي افادة في الدنيا، مفيش اي حاجة يعني مفيدة، مالكش اي فعلا يعني لازمة في الدنيا اللي حواليك، ما بتنتجش بأي حاجة، حتى لو مش قاعد بتذاكر حتى، او حتى يعني بصوا خليكوا اذكياء. يعني انتوا مثلا واحد متحبش اللغه لكن انت عارف اهميه اللغه، ممكن تشوف قصه قصيره بس بالانجليزي مثلا او باللغه اللي انت عايز تتعلمها، قصه مفيده. ده حاجه هتخليك ترجع لها تاني، لان انت عايز تكمل في نفس الوقت انت بتطور اللغه بتاعتك، مش تروح تتفرج عليها مترجمه مثلا او حاجه. فيعني ما بتعملش اي افاده بجد، بتقرا الكلام بالعربي. ايه العبط ده؟ مش عارفه. دايما اسألوا الناس اللي حواليكوا انتوا بتقضوا وقت فراغكم ازاي. اي حد ما يقولكش حاجة مفيدة، يقولك بقلب في التليفون، بمسك التليفون، ده اعرفوا على طول حطوا على اسمها ايه، بلاك ليست، واعمل عليه خط احمر كده، متكلموش تاني. لان طبيعي الناس دي تاخدك لتحت مهما انت ما حاولتش تختلط بيهم. دايما خليك اقوى من وقت فراغك. بلاش نكون احنا او انت ان فعلا الحديث اللي ينطبق عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. بس ده كان فيديو النهاردة، فأتمنى بجد ينال إعجابكم، وأهم حاجة طبعا تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتس، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.